كم لازم يكون سعر العقار حتى أقدر أحصل على الإقامة العقارية في تركيا؟ السلام عليكم وأسعد الله أوقاتكم في كل حب وخير. معكم أنا وائل دبش، واليوم حنحكي على الإقامة العقارية وكيف تحصل عليها لو أنت حابب تقيم في تركيا من خلال الإقامة العقارية. قبل ما نحكي عن الإقامة العقارية أو الإقامة السياحية، الشخص اللي حطيت لكم رقم امبارح بخصوص زيت البط أو سمن البط، وبصراحة خبرني وصلكم برقية شكر، لأنه نفذ الكمية عنده بشكل شبه كامل. بقي عنده 8 حبات أو 10 حبات. صراحة كمية المبيعات اللي حصلها امبارح كانت رهيبة. فقط سوينا له منشور صغير للأمانة. كمية المبيعات اللي حصلها اللي ما سبق أني حصلتها من قبل. للأمانة هو شخص ثقة، والأشياء اللي ببيعها ممتازة جدا. غير هيك الأسعار في متناول الجميع. إذا حبيتوا الأشخاص المقيمين خارج تركيا ممكن تطلبوه عن طريق أمازون، لكن ما بضمن لكم إيش موجود داخل العلبة. يعني الشخص اللي عم تعامل معه هو عم بيجيبهم من ولاية كارسل أو القريبة من البحر الأسود. فالزيت أو السمن حقيقي 100%، والشخص ثقة إن شاء الله. بقي عنده 8 حبات أو 10 حبات. معظم الناس اشتريت أونلاين من عنده، وفي ناس استلمتها من عنده مباشر. طيب، بالنسبة للإقامة العقارية، كيف أنا بقدر أحصل على إقامة عقارية في تركيا؟ قلنا في فيديو سابق أنك أنت لو بدك تحصل على إقامة عقارية في تركيا عندك خيارين أو وسيلتين. أما تشتري عقار في قيمة 75 ألف دولار في المدن الكبيرة، أو تشتري عقار في قيمة 50 ألف دولار في المدن الصغيرة. طبعا حطينا قائمة كاملة بالمدن الكبيرة والمدن الصغيرة. يعني مثلا عندك اسطنبول من المدن الكبيرة، بورصة من المدن الكبيرة، أنقرة من المدن الكبيرة. المدن الكبيرة حصرا لازم تشتري عقار بقيمة 75 ألف دولار فما فوق. أما عن المدن الصغيرة فقيمة 50 ألف دولار كافي للتقديم على الإقامة العقارية. طبعا أنت ما بتاخذها بشكل أوتوماتيكي. يعني بعض الناس مفكرة أني أنا خلاص بشتري عقار بهذا البلد ولحالها بتطلع الإقامة العقارية. هذا الكلام عاري عن الصحة تماما. لازم أنت تشتري العقار وتقدم على الإقامة العقارية. طبعا على الأكيد بتاخذها لو كانت أوراقك رسمية، لو كانت أوراقك صحيحة، ما كان فيها أي تلاعب. لازم أنت تكون حذر وقت الشراء. يعني عندك أنت التقييم العقاري لازم يكون صحيح 100%. لازم يكون في عندك بعض الموظفين بيطلعوا على الرقم المسجل بالطابق، وبعضهم يكتفوا في الرقم التقييم العقاري اللي هو الاكسبرتيز. فهي اتفقنا عليها. أما عن الإقامة السياحية، الإقامة السياحية يا أخوان بعض الناس عم بيجيها رفض وبعض الناس عم بيجيها قبول. آخر مرة كان في عندنا أخ وعميل من مصر، طبعا مقيم في السعودية، إجا لهنا تقريبا هذا الكلام قبل 5 أيام أو أسبوع. حصل على الإقامة السياحية في ولاية بورصة عن طريق أحمد، الأستاذ أحمد. حط لكم رقم هنا تواصل معه مباشر. فبعض الأشخاص أوراقهم سليمة، قرار الموظف كان صائب، أعطاهم الإقامة السياحية، وبعضهم عندهم رفض. أما عن الجنسية المغربية بشكل خاص فمع الأسف عندهم رفض بشكل مستمر. فقط الناس اللي مقدمين على فيزا طالب بيجي لهنا، بيسجل بالجامعة، وبعدها بيقدم على الإقامة وباخذها بشكل مباشر. نقطة مهمة خليني نوه عليها، اللي هي موضوع الباسبور. كثير ناس عم تيجي لهون معها بالباسبور انتهاء الصلاحية تقريبا حوالي 5 أشهر أو 6 أشهر أو 4 أشهر. أقل شيء عشان أنت تقدم على إقامة يكون في عندك أكثر من 6 أشهر، يعني 6 أشهر حد أدنى، 6 أشهر فما فوق، عشان تقدر تقدم على الإقامة السياحية أو الإقامة العقارية. لما بيكون عندك أقل من هيك فنسبة الرفض بتكون عالية كتير. عموما لو عندكم أي سؤال أو أي استفسار أو أي تعليق بخصوص الإقامات فيكم تتواصلوا مع الأستاذ أحمد، وإن شاء الله حيكون معكم بجميع الاستفسارات اللي تسألوا عنها. سامحونا على الإطالة، وشكرا على المشاهدة والمتابعة. حياكم الله جميعا.